وذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضمام، وهو ضمام الأزدي من أزد شنوءة، قال: قدم مكة فسمع نفرا من الجاهلية ومن كفار قريش، سمعهم يقولون إن محمدا مجنون، سمعهم يقولون إن محمدا مجنون، سمعهم يرددون هذه المقالة. وكان ضماد راقيا يرقي الناس، يقول: وكنت أرقي من هذه الأرواح، يعني الأرواح كما ذكر بعض الشراح، يعني يرقي من الشياطين ومن الجن ومن المس. قال: وكنت أرقي من هذه الريح، وفي بعض الروايات كنت أرقي من هذه الأرواح، يعني التي تمس الناس ثم يصابون بالخبل وبالجنون وبالتصرفات الجنونية الطائشة. يقول: فكنت أرقي من هذه الريح، فلما سمع هذا الكلام قلت: إن رأيت هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفيه على يدي، لأنها يقول سمعهم يرددون أن محمدا مجنون، وهو رجل راقي يرقي من هذه الريح. فلما سمع هذه الكلمة قال: إن رأيت هذا الرجل فلعل الله يشفيه على يدي، يعني عزم أن يرقي النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآه لعله يشفى من الجنون الذي أصاب فيما يدعيه سفهاء قريش وكفار قريش. يقول: فلقيته، لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له؟ قال: إنني أرقي من هذه الريح، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنني أرقي من هذه الريح، وإن الله عز وجل شفى على يدي من شاء من الناس، فهل لك في ذلك؟ لاحظ أسلوب العرض الآن، إنني أرقي، هو سمع الآن من أولئك إنه مجنون وعرض عليه هذا العرض، قال: إنني أرقي من هذه الريح وإن الله شفى على يدي من شاء من الناس، فهل لك، يعني هل لك أن أرقيك مثل ما رقيت أناسا وشفوا على يدي أو كتب الله لهم الشفاء على يدي، هل لك أن أرقيك؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال: الحمد لله نحمده ونستعينه، والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال الرجل: أعد علي كلامك هذا، فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام 3 مرات، أعاد عليه هذا الكلام 3 مرات وهو يستمع، وهو نفس طلب الإعادة، لأن الكلام شده جدا وأثر فيه، وطلب الإعادة، قال: أعد علي كلامك هذا، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه 3 مرات، أعاده عليه 3 مرات. فقال الرجل: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، وما هذا من قولهم، ولقد بلغت بكلامك هذا ناعوس البحر، وفي رواية قاموس البحر، يعني قعرة. لاحظ فهم الرجل، ولقد بلغت في كلامك هذا قاموس البحر، يعني وصلت إلى قعر البحر، يعني وصلت إلى الصميم، وصلت إلى الغاية. وهذا كلام، أنا سمعت كلام السحرة وكلام الكهنة وكلام الشعراء، ما ليس هذا بكلامهم.
وقد بلغت بكلامك هذا قاموس البحر. قال الشراح أي قعرة من قوة الكلام وجزالته وعمقه ودقته، والرجل فهم الكلام. ثم ماذا قال؟ قال هات يدك أبايعك على الإسلام، هات يدك أبايعك على الإسلام. هو جاء يرقيه من الجنون، جاء يرقيه من الجنون، سمع أنه مجنون، ولما سمع كلامه وفهم كلامه في اللحظة نفسها قال هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه على الإسلام. قال وعلى قومك؟ قال وعلى قومي، يعني أبايعك على الإسلام عني وعن قومي. فبايعه على الإسلام ورجع مسلما إلى قومه. وفي صحيح مسلم في نفس السياق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر عليهم أميرا، ثم إنهم مروا على قومه، ولما تجاوزوهم سألهم القائد الأمير الذي على هذه السرية، سألهم قال هل أخذتم من هؤلاء أو غنمتم من هؤلاء شيئا؟ فقال أحدهم إنني أخذت مطهرة، ووجدت مطهرة فأخذتها. قال أعيدوها فإن هؤلاء قوم ضماد، أعيدوها فإن هؤلاء قوم ضماد، لأن ضماد أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام عنه وعن قومه. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فلاحظ هنا أثر هذه الكلمات المباركات حيث أدت إلى إسلام هذا الرجل وإسلام قومه. ونحن كثيرا ما نسمع هذه الكلمة في الخطب ونسمعها في المواعظ وفي الدروس، ولكن أثرها على القلوب ضعيف، والسبب عدم التأمل في المعاني، وعدم التأمل في الدلالات، وعدم الوقوف على معاني هذه الكلمة، وعدم أيضا تحقيق ما يدل عليه هذا الحمد وهذا الثناء من الإخلاص والصدق وحسن الالتجاء والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم.